يلا بينا النهاردة ونطلع على شارع السلالية بالسبتية عشان نعرف أكتر عن تاني مسجد تم إنشاؤه في العصر العثماني في مصر، وهو جامع سنان باشا. سنان باشا هو رجل دولة وقائد عسكري عثماني من أصل ألباني من الطراز الأول. ولد سنة 1520 من أسرة ثرية. عاصر 4 سلاطين عثمانيين وهما سليمان القانوني، سليم الثاني، مراد الثالث، محمد خان. كلف خلال حكمهم بأرقى وأعلى المناصب في الدولة، وذلك لاتصافه بالدهاء والحنكة السياسية والمهارات العسكرية. اسندت إليه العديد من المهام الصعبة في العالم العربي. اسندت إليه ولاية مصر مرتين، المرة الأولى كانت في الفترة ما بين 1567 ل 1568 قضى فيها على الفتن والثورات، ثم توجه على رأس حملة إلى اليمن لإخماد تمرد الإمام الزيدي، وبعدها عاد على مصر ولاية تانية في فترة ما بين 1571 ل 1573. أسندت إليه منصب الصدر الأعظم، الرجل الثاني في الدولة العثمانية، مرتين، المرة الأولى في عهد سليم الثاني والمرة الثانية كانت في عهد مراد الثالث. ليه دور كبير في توسيع رقعة الدولة العثمانية بعد قهر الأسبان في تونس والاستيلاء عليها. من أعظم أعماله في مصر حفر خليج الإسكندرية وبناء المسجد سنة 1591، وتوفى سنان باشا سنة 1596. هو أول من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.